مصر. فيوم 1 مارس 1811 محمد علي دعا المماليك بحجة احنا هنحتفل بتولي ابن طوسن قيادة الجيش. جه 470 شخص من المماليك لابسين طبعا اشيك حاجة عندهم، محدش مدي اخوانا. الحفلة خلصت والناس كلت ومبسوطة، راح محمد علي قايل لهم يلا بقى اما نتمشى تحت عند باب اسمه باب العزب عشان نمشي ورا موكب طوسن وهو رايح يحارب مع الجيش. هنا بدأت الخدعة، لأن محمد علي كان متفق مع جنوده إن أول ما كله هيبقى تحت في الممر هنا في ضربة أو طلقة هتضرب في السماء. أول ما الطلقة دي صوتها يبان للناس كلها، الجنود تبدأ ضرب في المماليك بالرصاص من كل حتة. وفعلا ده اللي حصل. المماليك بقوا مش ملاحقين من الضرب ومن الهجوم اللي بالرصاص عليهم من كل حتة، فوق تحت يمين شمال، فالرصاص بقى جاي من كل حتة. اتقتل هنا كل المماليك، 469 شخص من المماليك اتقتلوا هنا في الممر ده. اتبقى بس شخص واحد اسمه أمين بك، وده نط بحصانه، تخيل نط بحصانه من فوق سور القلعة، وقع طبعا على الأرض مغمى عليه نهائيا، إصابات كتير طبعا جواه، ولكن الناس لحقته وعالجته. بعد كده أمين بك ده هرب وراح على الصعيد. بيتقال ان محمد علي في اخر ايامه قال للمقربين منه انا لو رجع بيا الزمن ما كنتش عملت خالص مسبحة القلعة. هنحكي اكتر عن محمد علي في حلقات جاية كتير، بس قول لي شايف تصرف محمد علي ده تصرف نبيل؟